هلا وهلا وحبيباتي الغاليات، شلونكم؟ بنات، وصلنا بقصة عنبة الفيحة للجزء السادس. خليكم وياي. قالت سوهان: ولك يا أغام ليش ما تسمع الكلمة؟ قال أدهم: يمه ماكو، ما أريد شنو قابل غصب، خل ياخذها كرار. قال كرار: إي والله يمه زوجيني أريد مرة. قالت سوهان: أنت اسكت. قال كرار: على راسي الغالية. قاعدة تتوسل حتى تزوج واحد منهم بعد ما جزعت، تزوج زين. اتجهت لأدهم. قال أدهم: هيك أحسن لك؟ قال كرار: اسكت منحط على قولة عنوب. قال أدهم: والله لو يدري بيك تقلد عليها يعلقنا بالبنكة. قالت سوهان: ولكم غضب الله عليكم ولا بارك الله بيكم، حتى الزواج ماكو، يلا ارتاحوا. قال أدهم: بعد أحسن، قوم كرار خلي نضرب بالخمسة. قال كرار: هيا بنا. يسوون هيك عناد بأمهم حتى يقهروها. قالت سوهان: حازاتني النسوان عندك ولد. دخل كريم وعلى جيته فتحت الموضوع مرة ثانية، عسى ولعل يغير رأيه. قال كريم: السلام عليكم يا قوم. قال كرار: لا هلا ولا مرحبا. قالت سوهان: هلا بابني كرومي. قال كرار: بدت تتلوق. قالت سوهان: قوم اطلع برا أنت. خلى إيده على حلقه وتسكت. قالت سوهان: يما ليش ما تتزوج؟ أريد أشوف جهالكم قبل لا. قال كرار: تموت. درت وجهها خزرته بحده، خنس وقال بضحك: بعيد الشر عنك ماوي. قالت سوهان: باكر عقبة منو دايم لك، لازم تستقر، أزوجك بنية. قاطعها قبل لا تكمل وقال الأسطوانة المعتادة: بنت خالتي المؤدبة. بصفها تشطل شالته وضربته براسه. صاحب وجع خلى ايده على مكان الضربة. قالت لأمه حتى تتأدب ولا تقاطعني بالحديث، قليل الأدب. قال كرار: زعلت منك والله، روحي يما روحي. طبعا كرار يعرف نقطة ضعف أمي، هو كرار مهما يسوي ويحكي يبقى عزيز أمي، ما ترفض له طلب. آخر نفر بالولد. تقول كرار: ملح البيت. عافنا وطلع من البيت صدق. أمي ظلت تفكر وخايفة. صاحت: قوم شوف أخوك كله من وراكم، خليتني أضربه. قال أدهم: وأني الشعلة غير انتي هفيتي. قالت: ما بيكم واحد بي حظ، كلكم كلاب. طبعا احنا نبلعها ونسكت ما حد يحكي. ما طول بدت ترزلنا. خليت ايدي جوا خدي اشرب شاي ومنتظر المحروس كرار يشرف. قلت لها: يما هذا كذاب، يدري بيك تظلين تلوجين عليه من يتأخر. قال كريم: هسه أخابره يجي. قالت تبارك: شكو منو يجي؟ لعد وين كرار؟ أدهم قال: أمك هفته بالشطل، زعل وراح. قالت تبارك: حقه يما، أنا مو قلت لك كبر عيب تضربي؟ قالت سوهان: يا معودة ايش مدريني، هو خبلني وهفيته. بهذا الحكي ودخل كرار وجهه مقلوب. أول ما شافته أمي قامت على حيلها تبوس بيه ودقت مناحة. هو يبوس بإيدها ويعتذر. قال: شبيك يما، ما أقصد، ما تعرفين سوالفي. قالت له: ولك صدق تأذيت يا مصقوع؟ قالها: والله وداعت شيباتك مثل الصل. صارت تحضن بيه وتبوس وأني على منظرهم أدمع. ماكو أحن من قلب الأم، بس ينكسر قلبها وحرصها الزايد صاروا والولد يلطفون الجو حتى تضحك ويشاقون، واحد يدب كلمة للثاني. خلصت بسوالفهم الحلوة. زين الدين قال: أنا بوزارة الداخلية، بس مكان حساس ما أقدر أقوله. قالت مريانة: ها حلو، أنت من النوع. استغرب من كلمة وقالها: يا نوع آنسة. قالت مريانة: أبو نسوان. قال زين الدين: رحم الله والديك، سويتيني أبو نسوان هالدور؟ قالت مريانة: أنا شي خصني، شخصيتك توحي هيجي. قال زين الدين: أنتي لو بس تبطلين عيارة وهاي كلماتك أني بخير. عوجت حلقي ما حكيت كلمة. كملت أكلي. قلت له: أريد أروح. قالوا: باقي المحاضرات. قلت له: ما أريد بعد، ضجت ما متعودة. قال: ما يصير بابا، من أول يوم تضربين الدوام. قربت بعيوني عليه أترجاه. قلت له: بصراوي بس هالمرة، الله عليك. قال: خوش قومي. قلت له: وأخيرا اقتنعت نروح؟ ولا حبيت الأجواء أبد، ما أدري لأنها مو جاية.
رجعنا للبيت ميت تعب ونعس. استقبلتني الحجية والولد. قالت أمي: هلا يمه، شو رجعتوا من وقت؟ قلت لها: أي يمه، مريانة تعبت ورجعنا. قال كرار: ما تتحمل النستلة. قلصت عيوني أتعصب من كلامه. قالت مريانة: إي نستلة، عندك مانع؟ لو أحول. قال الشاهين: يغار منك هذا الأحول. ضحكت وقلت له: تستاهل. قال كرار: هيك صارت أبو صقر وقفت ضد أخوك؟ سهلة، أنت جبتها لروحك. قال الشاهين: تعال أخذ لك راجدي بعد شلاوي. قال كرار: لا الشقة أخويا العود، بس هاي التس أعرف دواها. قلت له: يمه رجفتني مليق. قال: والله لو ألزمك أطلع ضيم أدهم بيج. قلت له: وأني شو خصني؟ قال: لعد شو أسوي، قدرتي بس عليك. قلت له: دولي خالة، أنا راح أنام، لا تنتظروني على الغدا. قالت خالة سهان: براحتك حبوبة. صار المغرب، توضيت وصليت ونزلت فشلة أساعدهم بالعشاء. من إجيت لحد هسه ما يخلوني أسوي شي، ولو أني ما أعرف بس أشارك. قال كرار: هلا نزلت الخاتون، أشرقت وأنورت آنسة مريانة. قلت له: يو بدت رحمة الله، اعتقني بليز كرار. قال: يا أبويا شلون تقول كرار، جعل ما حد غيرك ينطق اسمي. يضحك ويباوع أبو صقر خزره وهو باقي مستمر بعين صلفة يحكي. عفتهم ورحت يم البنات، دخلت للمطبخ. قلت لهم للبنات أساعدهم، انطوني مهمة أسوي الزلاطة. دا أسمع كلامهم على مود يردون يزوجون أدهم، وحبيت أسألهم وأتعرف عليهم أكثر، بس غير زين بالأول، بعدين أدهم غير، هو الكبير بعد ما أعرف. المهم، قالت أثمار: مريانة عادي أسألك سؤال هو شوية خاص؟ قلت لها: عادي اسألي حبي. قالت أثمار: هم حبيتي من قبل؟ ضحكت وقلت لها: بلي، يونس ابن جوارينا. قالت أثمار: يا كيوت، هو لسه بعده؟ قلت لها: لا حبي، راح من صرنا بعمر المراهقة انتقلوا لغير محافظة. قالت أثمار: وهسه حاليا؟ قلت لها: لا، بس ليش كل هالأسئلة؟ قالت أثمار: آسفة حياتي، خاف أزعجتك، بس هيك فضول. قلت لها: وهسه شبعتي فضولك؟ ضحكت وقالت: ها إيه، يلا تبارك أخذي السفرة. قالت تبارك: تمام، خلي مريانة حبيبتي أخذي السفرة ومديها. قلت لها: تمام عيني. أخذتها ورحت للاستقبال، لأن هم عائلة كبيرة شباب فيقعدون بالاستقبال. فتت وأبو صقر دغل كرار، أخذها مني فرشها بدالي ما يقبل أنزل للقاع، ونقلوا الأكل وقعدنا ناكل. قال كرار: الله، منو مسوي الزلاطة تخبل؟ قلت: خلي أشوف نفسي شوية. قلت لهم: أني الشيف مريانة. قال كرار: والله عرفتك من الخيار اللي صاير كل وحدة شكل، بس ردت أختبرك. قلت له: يا عديم الذوق. قال أبو صقر: ما عليك بي، عاشت إيدك تخبل. قال كرار: يمه يذوب يسرسح الأخ. دق جهاز أدهم رفعه يريد يفتح خط، سحبه كرار. قال له: ها ولك وينك؟ قال المتصل: منو أنت؟ قال له كرار: أنا الغراب العطشان. قال المتصل: شنو غراب العطشان؟ سحبه منه أدهم. قال له: هذا مخبل خويا، امسحها بوجهي حبيبي، الله يسلمك، الله وياك. وكرار والبنات ناموا بالقاع من الضحك. قال أدهم: يمه ما يصير هيك، فشلني ويا الولد، خليه يتأدب، لا والله أربي. قالت خالة سهان: زعطوط يمه يكبر ويتعلم. قال كرار: يا توقعتها من الغريب ولا منك يمه؟ أنا قلت لها: لا عاب لسانك خالة. قال كرار: اسكتي انتي، ليش زقشة؟ كملنا أكل وغسلنا المواعين، أكثر فقرة أكرهها. كانت تالي تغسل المساعدة مالتنا. اترخصت منهم وصعدت لغرفتي. خلي أخابر أمي، اشتاقيت لها، أريد أشوف أخبارهم، شكو ماكو، أريد أعتب عليهم، ليش ما حد سأل علي ولا قال؟ دقيت عليها شالته، قلت لها: ألو يوم، شلونك، شخبارك، مشتاقت لك، شلون بابا؟ قالت: هنادي مريانة وحيدته حبيبتي، شلونك بنيتي، مشتاقت لك، والله مشغولة ويا أبوك، حتى ما لحقت أخابرك. قلت لها: لعد هيك تتبرون مني، لا حس ولا خبر، مشتاقت لكم، ايش وقت ترجعون؟
قالت ليش ماما أحد مضوجك؟ قلت لها لا بالعكس، كلش حبابين بس ما متعودة أظل وحدي هالقد. قالت أمي مكانك خالي حبيبتي، أي مكان نروح لأنا وأبوك نذكرك، أتحملي حبيبتي، فترة وتعدي على مود متأذين. قلت لها الله كريم. وهيجي ظلينا نسولف ونحكي وسلمت على أبويا لحد ما نعست ودعت أهلي وقمت فرشت أسناني ودخلت بقيلولة. عمر يقول ما راح تلقى بحقارته وسوالفه. قال أبو صقر شلون عمر صعبة علي؟ قال عمر لازم تتقبل الواقع وتعرف وحتى تشوف حياته. قال أبو صقر بس خلي أرتب أموري وأجيب دليل أكثر وأقول له. قال عمر صح صعبة وراح تنصدم بس الله يعوضها. قال أبو صقر شمدرك يجوز ما تحب العوض للي راح يجيها. قال عمر تطلع عوبة البنات، الله وكيلك لو أنا بنية ولا أفوتك. ضحك أبو صقر قال له انشب لك منعول. قال عمر والله شحلاتك حلقوم موش زلمة. قال أبو صقر لا أرجوك لا تتغزل عمر، أهلي ما يقبلون. ضحك عمر وقال أقول لك يلا قوم متأخر الوقت خليني أرجع، بس أرد حاجيك بموضوع. قال أبو صقر خير صاير شي؟ قال عمر لا مو لبالك بس هو من عائلتك. قال أبو صقر عائلتي؟ شبيها خرب احكي لا تعصبني. قال عمر شو اسمه أريد أطلب إيد أختك على سنة الله ورسوله. قال أبو صقر ردينا. قال عمر كافي، صبرت هواية على ساعة أموت وما أشبع منها. كفخني على راسي حلو صح أدبسز، شو ما تعرف تحكي شنو ما أشبع منها وأخوها قاعد. قلت له خاب أخوها سطر له نسوان 2 وقاعد يتأمر وخلينا بس نتباوع. قال أبو صقر اللي يسمعك يصدق 2، هي وحدة أغبر من الثانية، شو اسكت عني؟ قال عمر ها هسه شي تقول؟ قال أبو صقر ماكو. سحب نفس من الجقارة وذبها تنهد وقال بي قصور آني يمك رجالة خاف الله، صار شقد وياك من الطفولة ولك ما أقدر أصادقها من وراك بس غيرتي ما تسمح لي وأنت توقف بعيني رايدها بالحلال ما خاطفها. قال أبو صقر مو هسه. قلت له يا معود مو طلعت روحي. قال خوش اليوم أفاتح الموضوع والله كريم. طفرت من الفرحة ما مصدق. قلت له صدق؟ قال أبو صقر قلت لك إيه لا تلح. دق الجهاز فتحت خط. قلت ها علوان؟ قال سيدي هاي مرتك حتى عضعضتني، يستر على عرضك أخذها. قلت له انطيني إياها. راح عليها علوان قالها احكي هذا سيدي. قال أبو صقر إيش بيك ما تقولي لي مو أجي أفرك الحلقك؟ قالت ليلى أنت زلمة لو يسحب، تعالوا أراويك الأمهات شو تجيب. قلت لها بس صوتك عالي من أجي تخنسين. قالت ليلى دطير شنو حابسني هنا بطلت ما أريدك تطلقني. قال أبو صقر مو نلعب إحنا، ما تسكتين لا أجي أقطع الحزام عليك. سد الجهاز بوجهها وقام يعدل بحزامه يتقدم للسيارة حتى يروح لها. قلت له ها رايح عليها؟ قال أبو صقر إيه خاف تنشلب أكثر. ركب سيارته وتحرك وأنا دخلت البيت فرحان وأخيرا راح أتزوج. إيه إجا يومك أبو حسين العب. رحت للغرفة مثل المراهق أتأمل صورتها. قمت الغرفة شكو الشي قبالي كسرته ما خليت شي صاحي وهذا علوان يباوع من برا ساد إذنه. قلت له لك علوان أبو اللبن اطلعني لو أطلع لك. قال علوان أوامر سيدي ما أقدر. قلت لو أنت بقد البغل تمشي بكلمته ما عندك شخصية؟ قال علوان هسه يجي ويحكي وياك. وعلى أثر صياحنا دفر الباب زين ودخل بكل شموخ متوجه للغرفة. بس شفته تقدم رجعت خطوة لي ورا. سمعت قفلة المفاتيح فتحها وخلى ايده بجيب البنطلون وصاح علوان اطلع برا. قال علوان خاف تهجم عليك سيدي. طلعت راسي قلت له شايفني نفسك مكفخة لو قشمر. قال زين الدين لسانك لك. قلت له طلعني منه. قال زين الدين هذا مكانك مو زين خلصتك. قلت له شنو تعيرني ترى أشرد والعباس. قال من لا شافك العباس كون. صرت أفتر بالغرفة وأدردم هو يسمع وعيونه تفتر علي. أي شي ضوجة أسوي. قال سطرتي راسي قعدي.
قلت له لا تخليني أسب جدك العاشر، أنا قلت هيجي شو هذا طفر جرني من يا أختي يعت بيه، طابق حواجبه وخطوط جبهته مبينة. قال ماكو إذا سمعت جايبة طاري أهلي لو أحد يخصني أدفنك بمكانك، وحق ابن الزكية. هزيت راسي نترت روحي منه، ابتعدت. راح وقعدت بالزاوية والدمعة بعيني، بس حابسة دمعتي ما أريد أبكي وأحقق غايته. قام طلع وقبل لا يطلع عيونه متجاهلة وجودي. قال حضري روحك رايحين. قلت له وين؟ ما جاوب. قمت لبست عباتي ومشيت. شفت علوان واقف يمه يسولف، عبرته ورحت ركبت بالسيارة. بس صعدت درت وجهي للشارع. قلت له شغل التبريد حارة لا تصير بخيل. استغفر الله وشغل وأني كاتمة ضحكتي أحب أضوجه. قال له العلوان هسه مثل ما وصيتك خوش؟ قال علوان حاضر سيدي. قلت له باي علوان أبو اللبن. ضحك وأشر بإيده شخط السيارة وانطلق. البيت الشيخ زين الدين، عادات وتقاليد، وما أعرف شنو راح يصير ورا قصتنا. راح نستمر بالزواج لو كل واحد بدرب. نفضت أفكاري من وصلنا البيت. رفعت راسي توسعت عيوني على المنظر. حديقة كبيرة مليانة بالورد، خيل والحيوانات، وأكو مزرعة، وبالنهاية البيت. شفت مرة كبيرة بالعمر ووحدة بنية شابة يمتى نور الطين تعلمها خبز. قلت له هذا بيتكم؟ قال إيه. قلت له ما شاء الله ينسرح بيت طليان. قال نزلي يا طلي. دخل البيت شايل بإيده جنطة سودة كلها طلعت، وكلهم صافنين عليه منتظري يبرر. صاحت سوهان منو هاي زين؟ قال زين الدين زوجتي ليلى. مريانة تقول الجو شمس ونسمات الهوا باردة. لابسة دشداشة كدري أخذتها من تبارك والشيلة من الحجية. باوعت روحي بالمراية طلعت بنية ريفية بحتة. نزلت جوا وأسمع صفقات الخبز بالتنور الطين وتبارك بصفها تعاونها. رحت يمهم أباوع على حركة الإيد وسرعتها. ظليت فاتحة حلقي وهن يضحكون على شكلي. قلت لها تبارك الله عليك عالميني. ضحكت تبارك وقالت وين تدبريها؟ فاهية أنتي. صحت بزعل. إن عديتي من أخوك كرير تقلدون علي أمشي واللي زعلت. إيدها كلها طحين وإيد الثاني لازمة العجين. سحبت إيدي وخلت العجين. قالت هاك بس سدي حلقك. قلت لها عزن ترس الطحين خرب يومش تبارك. قالت خالة سوهان خايبة شبيك رتشيكه؟ الزمي حنونة وصفقيها صفقة معدلة. قلت لها مو ما أعرف لين أول مرة حجية، أنتي سوي وأني أشوفك. الهوا صار عالي والصينية بدأت تهتز. شالتها تبارك وخلتها على راسها، والحجية لافة الشيلة على راسها محزمة العباية على خصرها. نزلت بللت إيدها بالمي وشالت العجين كورتها بإيدها، طمستها بالطحين وبدت تصفق. تدورها منا وترجعها منا، تفرها بالهوا فرة. وراها قبل طببت إيدها بالتنور لزقتها. هو ومشتعل. وسعت عيني مصدومة شلون ما تخاف من النار. قلت لها يا إيدك شلون هيك من شويتي؟ قالت خالة سوهان متعودة حبوبة صار لي سنين أخبز للعيال، تعلمت منهم ووراها أخذت إيدي. قلت لها بس ما شاء الله عليك تفرين الخبزاية فر. قالت شوفي سوي نفسي وعوفي الفهاوة لا أضربك. ضحكت وصرت أقلدها شلون تشيل العجين. العجين يخر من إيدي ويتسرسح من أصابعي. تبارك الحقيرة تضحك على شكلي لأن ما أعرف شو هاي. انساحت من إيدي وقعت بالطاسة. عضيت شفتي بقهر وصحت يا شنو هاي الخبزة ما عاد بإيدي حجية. قالت خالة سوهان خايبة إذا أنت سويتيها مساج مو تصفق. ضحكت تبارك وقالت شهرتينا فلك طرج. ظليني هيجي وحدة تقلد على الثانية وخربانين ضحك. بس الضحك مدام انقلبت الكارثة فجأة، وما نحس غير على سيارة زين دخلت من الجراج، بس مو وحدة. باوعت من بعيد لمحت بنية بصفة. استغربت منه. سألت تبارك قلت لها منو هالبنية قرايبكم؟ قالت لا والله علمي علمك. ظلينا واقفين وحدة بصف الثاني منتظرين زين ينزل،
وراها بدقايق اجى شايل جنطة سودا والبنية خاتلة ورا. سألت الحجية منو؟ انكفخت على راسي 1000 مرة وما استوعبت كلمته من قال زوجتي ليلى. بهتت ملامحي بخيبة. حتى انت بصراوي؟ نار وشبت بقلبي. شلون سوها؟ شلون انطى قلبه؟ يعني صدق شال ايده مني؟ الأفكار صارت تتضارب بعقلي و1000 سؤال اجى ببالي. بقيت صامدة بمكاني ما بينت شي ولا بدار مني أي حركة، وهو عيونه علي تتجول منتظر أحكي له أتصرف. بس صدمته بكلامي من قلت له 1000 مبروك بصرة وتستاهل كل خير. سكت مرد اكتفى بابتسامة. تبارك نفس حالتي مصدومة من أخوها. الحجية ملخت خدودها وظلت تبكي. قالت له ولك طول عمري أقول أنت العاقل والكبير، تالي متالي تكسرني وتنزل راسي. آخ وينك أخزم، تعال شوف خلفتك العايبة تفوع عليك وخر مني. هو مشتف إيدها وحاضنها يريد يفهمها ويحكي، ما تخلي. أخذته بالصياح والغلط وماله مع حقه. ليش سوى هيجي؟ الله يعلم شنو من مكسورة سوى. قال زين الدين يما أبوس رجلك أسكتي خلي أفهمك مو لبالك وداعتك. قالت خلاص سوهان نزلت راسي زين. ليش هيك ولك ليش؟ وجهها صفر وقام يبلع بريقه ما يعرف شلون يسكتها. لزم ايدها وباسها وقال ما عاش ولا صار اللي ينزل راس شيخة السلف، دوم راسك مرفوع. قالت وهذا شو تسمي؟ قال لها دخيلة. قالت له شنو؟ قال لها اي يمه دمها مهدور واذا ما عقد عليها يقتلوها. ودخلت دخيلة عد الشيخ عزام محسوبة علي وانا عقدت حتى استر عليها مالي غرض بيها، والله حالها حال تبارك. أباوع البنية منزلة راسها ودموعها تجري. انقهرت على حالها. راحت تبارك يمها طبطبت على ظهرها والحجية تخوزر بيها ما عجبها الوضع. صاحت عليها بنترة ليش شردتي؟ مسحت دموعها بقوة وصوتها مبحوح. قالت ليلى رادوا يزوجوني الابن عمي وهذا مخبل مو بعقله، يتزوج ويطلق يومية، يشرب وسكير ويبلع كل الصفات الخايسة بي، وبيوم من سمعت يريد ينهي علي تخبلت. حلفت ما أبقى لو يقتلوني. اضطريت أنهزم وما كان عندي حل. رجلي جابتني لديرة عزام. تحكي وتشهق أنا دموعي من وحدهن قامن يصبن. على أثر أصواتنا طلعوا والولد ركضوا وإلنا ما يعرفون شكو صافنين. أباوع ليلى مستغربة. قال كرار منو هاي المرة فقيرة؟ خزارة زين. التفت علي وأنا جاوبته باستهزاء. قلت له هاي مرت أخوك. توسعت عيونه من كلامي ما مصدق. قال كرار ما شاء الله. قالت ليلى لا ليش مو بعينك تصنف حضرتك؟ قام زين وهو عاقد حواجبه على ليلى لين حكت. قال كرار ما توقعت ذوقك هيك خايس يا أخويا، سويتها أنت سويتها تزوجت حرباية؟ كفخة زين معارض كلامه عليه. صاح اسمعوا ما طول الكل موجود، ليلى زوجتي احترامها وتقديرها واجب، حالها من حالي، ما أسمح لأي أحد يمسها بكلمة، كلامي موجه للكل مفهوم؟ قربت راسي الكرار وقلت له بصوت خافت يريدها أخوك، صوت وكتابة ديليفري. قال كرار لا صوت إله والمرته. فزين اثنين من صوت زين الخشم من قال بالأخص أنت كرار. قال كرار على راسي أنت ونسوانك يابا. أني قلت له منو نسوانه؟ قال كرار خرب حظك زين، وحدة ثولة والثانية حرباية. مدنق هو راسه ما رفع من القاع ويحكي بهدوء. قال كريم حياك الله خيتي. قالت ليلى الله محييك. أدهم قال تفضلي خيتي. أشر زين لتبارك حتى تاخذها جوا وأنا ردت أروح وراهم. استوقفني زين من قال مريانة تعي وراي. بدون لا ألتفت ظهري قلت له أريد أروح أدرس ما عندي وقت. قال بس 5 دقايق. عفته ورحت ركض للبيت ما اهتميت الكلامه. بسيطة زين عبالك على قدك أني تريدني شو وقت ما تريد. عفتهم وصعدت لغرفتي. دخلت البيت وأحس نفسي حمل عليهم بالقوة جار عيني، ما حد متقبل وجودي.
عرفت أم الدشداشة نفسها البنية اللي تعارك على مودها بالديوان، مريانة. ركزت بملامح وجهها شلون خايف من ردة فعلها، ويتحسر شلون يحكي الكلمة حتى ما تتأذى، يخاف تعوفه. شاف ردها كان بارد ما بي أي عصبية، ضاج أكثر. لمحت عيني من دخلت وراي بدون لا تجي يمنه، صعدت قبل فوق وطب زين وراها يركض، شكله عصبي. صاحت أمه بي مهتم، صعد للطابق الثاني. فزيت من شرودي من سحبة زندي تبارك، وقفت مرعوبة. قالت تبارك شبيك انتبهي، ردتي توقعين. قلت لها ها؟ أقولك زين وين صعد؟ قالت العنوب. قلت لها يحبها؟ رادت تجاوب، صاحلها كرار. استأذنت مني وراحت. بقيت أفتر بالبيت شكبرة ما شاء الله. الطابق الجوا بس غرفة أمهم والهول وغرفة الاستقبال، والباقي بالطابق الثاني، وأني خلوني بغرفة الضيوف. ردت أصعد فوق بس أستحي بعد ما متعودة عليهم، وبداخلي يرقص من الفرح. والله وسويتها صدق يا لؤلؤ، ودخلت بنصهم غصب على أكبر راس. التفتت أشوف أكو أحد هنا موجود، كلها طابة لغرفتها. طلعت الجهاز من صدري واتصلت على أمي. قلت لها هاي يمه شلونك؟ كل شي تمام. لهنا حبيباتي نوصل لنهاية البارت. أتمنى تكون عجبتكم القصة. انتظروني ببارت جديد وأحداث جديدة. أحبكم هواية هواية. إذا عجبتكم القصة لا تنسون اللايك، والما مشتركة خلي تشترك. مع ألف سلامة.